الموالد اللي احنا نعرفه عنها ان هي احتفال شعبي، لكن طبعا احنا عارفين ان احيانا الاحتفالات الشعبية بتنحرف وبتاخد مسار تاني، لان اساس الاحتفال في الطقس الكنسي هو بيكون داخل الكنيسة فقط، لكن الناس توارثت عن طريق اهاليهم، عن طريق المجتمع المصري اللي حواليهم ازاي ان هم يحتفلوا. عشان كده الاحتفالات المصرية سواء اسلامية او مسيحية نلاقيها كلها متداخلة مترابطة مع بعض، وما اشبه ان ليهم الشكل الخارجي بيبقى واحد. كلمة المولد القبطي او الموالد القبطية دي اجتماع الشعب حوالين ضريح او مدفن او كنيسة القديس او الشهيد الموجود هنا، والموالد دي جذورها ترجع للدولة الفرعونية بالاكتر. يعني اي نعم هي مش بنفس الشكل ومش بنفس الفكرة، لكن مبدأ الاحتفال بشخص مش موجود او شخص مات او متوفي ده احنا واخدينه من الفراعنة. الاحتفال الكنسي او عند الاقباط الارثوذكس بيتم داخل الكنيسة في طقسها فقط، فالناس بقى يجوا يلتفوا حوالين ليلة عيد القديس ويتجمعوا، ودخل مسمى مولد. لكن احنا في الكنيسة اي قديس بنحتفل بيه ما بنحتفلش بالمولد بتاعه اللي هو ميلاده، بنحتفل بوقت نياحته ونعتبر ده هو الميلاد الحقيقي بتاعه. يعني هي مش مرتبطة زي المولد النبوي الشريف بميلاد الرسول عليه الصلاة والسلام. عندنا ايه في سفر الجامعة اصحاح 7:1 بتقول ايه؟ لأن يوم الممات خير من يوم الولادة. وفي آية في العهد الجديد في رسالة معلمنا القديس بولس الرسول للعبرانيين اصحاح 13 آية 7 بتقول ايه؟ انظروا نهاية سيرتهم فتمثلوا بإيمانهم. عشان كده احنا ما بنركزش على كلمة مولد على قد ما بنركز على كلمة انها نهضة او احتفال، لكن السيد بين الشعب طبعا الفولكلور الشعبي هو مولد. فعشان كده بقى حصل تداخل ان هم توارثوا من مفاهيم تانية اخرى كلمة المولد، ودخلت في الاحتفالات الشعبية ان هم يلتفوا حوالين الكنيسة او حوالين القديس اللي بيحتفلوا بيه في الوقت ده. نلاقي بقى الاحتفال بيخش في شقين، نلاقي في ناس مجتمع داخل الكنيسة بيحتفلوا بالطقس الكنسي، وفي نفس التوقيت ممكن الشعب بره بالطريقة المتوارثة بيعملوا احتفال مع نفسهم لوحدهم بره ويسموه المولد. المؤرخ هيروديت يقول لك مفيش اعظم من الشعب المصري في الاحتفال بالمواكب العظيمة. فاحنا خدنا الفكرة من المصريين ازاي الاحتفال بشخص متوفي او ميت. الموت عند المصريين ما كانش نهاية، بدليل ان هم لحد النهارده يعني المومياوات موجودة والاهرامات. اكيد هو ما بناش الهرم ده عشان ندفن فيه، ده هم عندهم الموت ده بداية لرحلة جديدة اسمها البعث والخلوق، كانت بتتم عن طريق مراكب الشمس اللي كانت موجودة زي مركبة الملك خوفو. فاحنا خدنا منهم حتة الموكب، الكلام ده جالنا بالتأثير، لكن الفكرة دي ما كانتش موجودة عندنا في الكنيسة. دي مع الوقت اتنقلت فكرة ان ده مولد، فاحنا هناخد نفس الفكرة ونحطها. الشعب القبطي بنفسه مع الوقت اتعود على الحاجات دي. عددها في بعض الكتب قالت ان مصر كلها فيها ما بين 60 او 62 مولد، وبعض المراجع قالت ان الوجه القبلي فقط فيه 30 مولد. اماكنها هي محصوره بين القديسه الست العذراء مريم، طبعا دي في اسيوط، في جبل درونكا، جبل الطير، العذراء مستورد. دي الاماكن اشهر الاماكن اللي فيها الست العذراء ليها احتفالات او ما يسمى بكلمه المولد. في الشهيد ميرجيجس الروماني ليه ضيف في ميت دمسيس، ضيف في قنا، في مصر القديمه ليه احتفالات هناك. في كمان الشهيد أنبا برسوم العريان، يمكن من محبة المسلمين فيه مسمينه سيدي محمد العريان. ده تبادل ثقافات. الفولكلور هو علم تراث الشعوب، واحنا ككنيسة قبطية بنتمسك جدا بالفولكلور والعادات القبطية القديمة. وهنقول مثال حي عندنا هنا في كنيسة العذراء مريم بحارة زويلة، لأن هي كنيسة أثرية من القرن الرابع الميلادي. كان عندنا أيقونة اسمها أيقونة الأعياد السيدية السبع الكبرى، من أعظم الأيقونات القبطية. الأيقونة ديت كانوا يطلعوا في أحد الزعف وعيد الصليب الشعب القبطي ويلفوا بيها حوالين الكنيسة كلها في الحارة اللي تحيط بالكنيسة واسمها حارة زويلة. والموضوع ده استمر بقوة حتى كمان في القرن ال14 اتكلموا عنه بعض المؤرخين. قعدت العادة ديت تتكرر مع مرور الزمن،
يمكن تقف شوية لبعض مثلا الدواعي الأمنية أو خلافه، لكن هي قعدت مستمرة بشكل أو بآخر لغاية وقتنا هذا. بقى تطلع الشعب القبطي برضو في عيد العذراء مريم وعيد ماري جرجس، عيدين برضو، ويلفوا بنفس الطريقة، يرفعوا صورة العذراء وصورة ماري جرجس في عيدهم، ويلفوا حوالين الكنيسة بما يسمى مولد السيدة العذراء أو مولد ماري جرجس. طبعا لأن المنطقة عندنا شعبية تهتم بالتراث دوت أو بالفولكلور دوت، قعدت مستمرة. ديت عادة شعبية ملهاش علاقة بالطقس الكنسي أو الصلوات داخل الكنيسة، ولكن بيقوم بيها أفراد الشعب الأقباط كعادة معروفة. وطبعا في كنائس كتيرة خالص في مصر وفي الصعيد بتعمل حاجات مشابهة في مولد العذراء أو مولد ماري جرجس أو القديسين أو خلافه. كل ده عبارة عن إحياء لعادات وتراث وفولكلور شعبي قديم، إحنا كمصريين وكأقباط بنحب إن إحنا نتمسك بيه. دور الكنيسة ان هي دايما تعمل توعية، او احيانا تبتدي تتداخل مع الشعب عشان تجذبهم للطقس الكنسي. ونلاقي مثلا ان في اللفات الدورات ياخدوا الايقونات القبطية ويدوروا بيها حوالين الكنيسة او الدير او الحتة اللي بيتم فيها الاحتفال ده، عشان يجذبوا الناس من المفاهيم الخاطئة ويجيبوهم داخل الكنيسة ويدخلوهم داخل الكنيسة. اخر حاجه كمان ممكن نقول ان المصريين بطبيعتهم بيحبوا الدين، اي حاجه مرتبطه بالدين يحبوا يركزوا فيها جدا. عشان كده الملامح دي فينا من زمان باختلاف الثقافات، سواء الدوله الفرعونيه او احنا بعد كده.